ازيكم عاملين ايه؟ النهارده بقى هنعمل حلقه كده. الحلو بتاعنا النهارده عباره عن جيلي بالكاسترد، زي ما انتم شايفين شكله تحفه وطعمه خرافي. بنجيبه من بره باسعار كده خرافيه، وفي الاخر بيكون حجمه قد الفسفوسه. يلا بينا نبدا في مكونات الوصفه بتاعتنا البسيطه دي. معانا هنا دول 4 كوبايات من الحليب، ممكن نصهم ميه ونصهم حليب، 5 معالق من السكر، 3 معالق من بودرة الكاسترد، 3 معالق كبيرة. ماشي، نصب كده بقى الحليب. هنعمل كل حاجة على البارد الأول كده، نقلب كله على البارد وبعدين نروح نرفعه على النار. واحنا ضفنا الحليب كده هنضيف ايه بقى؟ بودرة الكاسترد، 3 معالق كبيرة كده مليانة من بودرة الكاسترد، و4 كوبايات من الحليب. ماشي، وهنحط بقى السكر. طبعا السكر ده كل واحد على حسب ما بيفضل. واحنا بنقلب كده، لو انتوا اول مره تشوفوا القناه تحطوا صباعكم حالا بالا على كلمه اشتراك او سبسكرايب، وفعلوا زر الجرس ودوسوا على كلمه الكل عشان يجيلكوا اشعار بكل فيديو جديد بنزله. والناس اللي مشتركين اوعوا تنسوا اللايكات والشيرات، ويلا حطوا اللايك حالا بالا. يلا ناخد بقى كل ده نرفعه كده على النار ونقلب فيه لغايه ما نوصل للقوام اللي احنا محتاجينه. احنا مش حابين قوام تقيل قوي ولا خفيف قوي، حابين قوام متوسط. طبعا وانتوا بتقلبوا كده لقيتوا القوام تقيل زياده عن اللزوم، ممكن تكونوا زودتوا شويه كده في المعلقه، زودوا شويه حليب شويه ميه. لقيتوه خفيف، زودوا شويه من بودره الكاسترد كده، دوبوهم في شويه ميه او حليب، بس مفيش اي مشكله. نقلب بقى كل الكلام ده كده لغايه ما زي ما انا قلت لكم يتقل كده ويوصل للقوام اللي احنا محتاجينه. مش حابين يكون القوام تقيل قوي. اول ما يبقبق كده ويعمل زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي تعرفوا ان هو كده تمام. مش عارفه الكاميرا مبكسله كده ليه. اهو بصوا بدا يتقل اهو معايا خلاص كده اهو. طفيت عليه بقى. هنا طبعا هنصب بقى في اي كاسات، كوبايات، اطباق، اي حاجه متوفره عندكم. خلي بالكم وانتوا بتصبوا حاولوا تصبوا في النص على طول، لان لما الحاجه اللي بتصبوا فيها بيجي فيها على الحروف بتضطروا اسفين ان انتوا لازم تمسحوها. ماشي، هنعمل اول طبقه. حابين تحطوا نص الكاس ده يعني، او الحاجه اللي انتوا بتصبوا فيها نصها بالظبط كاسترد ونصها جيلي، تمام قوي. حابين تحطوا ده اكتر من ده او ده اكتر من ده براحتكم. حابين الاكتر جيلي تقللوا الكاسترد، حابين ده قد ده ماشي، حابين الاكتر كاسترد قللوا الجيلي، وهكذا زي ما انتوا شايفين. بصوا هنا بقى انا الدنيا احتست معايا في الحته دي واضطريت اسفه اني انضفها. ولو سامعين دوشه طبعا كالعاده انتوا عارفين دي من طقوس الفيديوهات بتاعتنا. هنزود بس كده. بصوا بقى انا يعني انا بحب الصراحه الكاسترد اكتر من الجيلي، فانتوا براحتكم خالص يعني. بصوا اللي انتوا تفضلوه ماشي، لان انتوا اللي هتاكلوا. المهم بقى واحنا بنصب كده نحط ايه؟ اللايك. نحط اللايك حالا بالا. نظبط بقى كده الكاسات بتاعتنا وننضف الحته اللي احنا عملنا فيها لغوصنا الدنيا كده اهو. بصوا بقى شكلهم تحفه ازاي. هنبدا دلوقتي نعمل في تاني طبق. هنسيب ده كده يبرد شويه عقبال ما نعمل في تاني طبق. معايا هنا كوبايه من الميه الساقعه او المتلجه، وكوبايتين من الميه المغليه، وهاخد كيسين من الجيلي الفراوله اهو. هو المفروض الكيسين بياخدوا 4 كوبايات ميه، فاحنا هنقلل كوبايه واحده عشان تبقى الطبقه بتاعه الجيلي متماسكه شويه، ما تبقاش خفيفه وتختلط دي بدي فالدنيا تبوظ معانا. ماشي اهو ضفنا كده كيس، وهنضيف الكيس التاني ونفضل نقلب فيهم وندوبهم في الميه المغليه. دول كوبايتين على كيسين، وهرجع اضيف كوبايه من الميه المتلجه اللي انتوا شايفينها دي. شايفين انتوا ممكن لو حابين تحطوا الكاسترد بتاعكم ده في التلاجة تمام، مفيش اي مشكله، يكون هدا كده شويه وتحطوه قبل ما تعملوا الطبقه التانيه. بس انا سبته كده يبرد شويه مع نفسه وبعدين كملت اهو. بقى زي ما انتوا شايفين كده قلبته كده يعني دوبته، وهضيف بقى بعد ما يدوب تضيفوا الميه الساقعه. ليه؟ لان لازم لو حطيتوا الميه كله على بعضه فمش هتبقى سخنه، فالجيلي بتاعي مش هيدوب. بصوا هنا لقيته خلاص بدا يبرد شويه، كنت سايباه شويه وبدا يبرد وهشتغل بقى. بصوا بقى اهم حاجه الخطوه دي، مش هناخد ونصب كده مره واحده في مكان واحد، ما ينفعش. نصب واحده واحده كده زي ما انتوا شايفين بالمعلقه،
واحدة واحدة وبالراحة، علشان ما يدخلش ده على ده والدنيا تزيط معاكوا وتبقى بايظة. فواحدة واحدة كده لغاية ما تظبطوا الدنيا. بصوا ازاي بحط بالمعلقة، مفيش مشكلة، بياخد وقت، او لو عملته برضو بالمغرفة واحدة واحدة برضو بالراحة خالص، ما تستعجلوش في الإضافة بتاعة الطبقة بتاعة الجيلي. بصوا مسافة ما بنحط الجيلي على الكاسترد كده تحسوا الشكل اختلف، وجماليات وحلويات وخرافيات. اعمل واحد تاني كده معاكم، وخدوا بالكوا، هو بعيد عليكم تاني، خدوا بالكوا وانتوا بتضيفوا الطبقة بتاعة الجيلي. اهو بقى هنعمل واحد تاني كده مع بعض، نمسكه كده ونظبط بقى نفس ذات الطريقة. بصوا بالراحة خالص زي شايفين، بصوا بحرص، بحاول احط كده في الاطراف الاول، وبعد كده مش هفضل اصب مثلا في النص على طول على طول، هيعمل زي خرم كده وهيسيح ده على ده، والدنيا هتبقى مش قد كده خالص، والمنظر مش هيبقى لطيف. فامشوا زي ما انا بقول لكم كده، واعملوا واحده واحده، واعملوه في البيت، لان من بره بنجيبه باسعار غاليه، وحبه فسفوسه قد كده في الطبق يعني ملهاش اي لازمه. بصوا بقى الجمال والشكل والحلاوه والطعامه. احنا كده خلصنا وصفتنا البسيطه، جربوها، قولوا لي رايكم في الكومنتات، وما تنسوش اللايكات والشيرات، واقول لكم سلام.